لو انا شربت ميه كتير كل يوم بيغنيني عن السكين بوستر؟ هو مش هيغنيني، بس هو شرب المية اساسي. عمرك جربت تسأل خبير هو انت بتعمل اللي بتقوله للناس؟ او شفت دكتور بيغلط غلطة المبتدئين؟ اوفلاين بودكاست، احنا بنشد الفيشة علشان نطلع الاجابات دي. وده مش بودكاست عادي، احنا في منطقة شك وريبة وضحك. بنلعب مع ضيوفنا لعبة الكروت المكشوفة وقوانين اللعبة. الضيف بيسحب كارت والموضوع اللي يطلع له هيجاوب عليه بكل صراحة ومن غير تفكير. عندنا كارت علامة الاستفهام، وده منطقة الخطر، بنسأل فيه سؤال شخصي جدا ملوش علاقة بالمهنة. وكمان عندنا كارت الجوكر، وهنا الآية بتتقلب والضيف هو اللي بيمسك السكينة ويذبحني بأي سؤال يجي على باله فداء للبشرية. وضيفتنا النهاردة الأستاذة جيهان أبو حذيفة، أخصائية العناية بالبشرة والشعر وخبيرة التجميل اللاجراحي. جاهزين نشد الفيشة؟ يلا بينا. مساء الفل يا دكتور، ازاي حضرتك؟ نور، ازيك؟ الحمد منوراني لله. في بودكاست نورك. المتواضع. ميرسي. نورك. ميرسي. بص، احنا هنلعب لعبه بسيطه. كل كارت حضرتك هتسحبيه هسحب قصاده كارت، ماشي. وبعدين كارت علامه الاستفهام ده كارت سؤال ليه علاقه بحضرتك، وفي الاخر لو عايزه تساليني سؤال وتتقمصي شخصيه المذيع انا معاك. ماشي. يلا بينا. هسألك. يلا. يلا اسحبي اول كارت. بسم الله. أسئلة اسئله سريعة. على الماشي او على السريع؟ سريعة. ماشي. هسأل حضرتك اسئله سريعه وقولي لي ردها كده سريعا. ماشي. طيب، كريم الكولاجين اللي بيتقال عليه انه بيشد الوش من بره، صح ولا غلط؟ فيه كده ولا مفيش؟ لا، مش مفيش؟ صح. لا فيك يعني. يعني هو الكولاجين دي حاجة موجودة جوانا. أيوة. جوه جسمنا. جوه جلدنا. هو البروتين المسؤول عن تكوين الجلد وسلامة الجلد وكل حاجة. بس كريم بالكولاجين دي مش صح. مفيش. لا، ما يعني افتكاسة كده ومبيعات، يعني مش حاجة هي فيها كولاجين. مش حاجة الكولاجين صح. اوريدي موجود. طيب هنسأل سؤال تاني. التلج على الوش صح كده ان انا ماشي التلج على وشي طبعا. في اماكن معينه؟ التلج طبعا مهم جدا. ممتاز. بس فترة قصيرة وبحركة دائرية، وما نركزوش على اماكن يعني فترة طويلة على المكان. زي مساج كده خفيف كده يعني بالشكل ده كده طبعا دائري. بيقفل المسام، بيجدد الدورة الدموية. ده على الوش كله يا دكتور ولا في اماكن معينه؟ على الوش كله، بس مش تحت العين، لمنطقة تحت العين حساسة. يعني ممكن لو سحبة بسيطة كده، ممكن ما نزودش. لكن طبعا على الوش وعلى الرقبة، اي مكان في الجسم عادي. طيب نسأل السؤال اللي بعده. في ساعات بيعملوا مساج على الوش بحجر كده معين، حضرتك كنت لسه بتقولي، بس ده تلج؟ جواشة. جواشة. لا، هي دي يعني بص، هي حلوة. الجواشة حلوة بس نستعملها صح. يعني حد يكون يا متدرب عليها يا متخصص يعملها لك. لكن احنا في البيت كده بنقعد نشوف فيديوهات وحاجات كده وهنعمل كده لا، ممكن تأذي. تقلد ده اسهل. لا يعني مش اي حاجة نشوفها نقلدها. يعني انا ممكن مثلا اجي لحضرتك اقول لك انا عايز اعمل كذا، فتقولي لي والله ايه اعملها بواحد اتنين ممكن. تلاته. هي بس يعني هي مصممه اكتر انها تكون استعمال منزلي، لان انا مش حد هيروح مكان عشان يعمل له بس جواش. تقدري تقولي له التكنيك بتاعها هقول له يعني لازم حد يعرفه او هو يتعلم ازاي تتعمل، لان هي ليها حركات معينه بتستهدف اماكن معينه. مش اي حاجه بنمشيها. الوقت، عدد المرات، السيرامات اللي بتستعمل معاها. يعني لكن مش نقلد وخلاص. في حاجه بتتعمل معاها كمان. طبعا، علشان نزود بقى امتصاص وكفاءة الموضوع. يعني انت بتحط سيرم، يزود النضاره والحاجات دي، ولا بتفرق معاهم في ايه؟ بص، هي الجواشة اصلا فكرتها ان هي بتعمل زي مساج للعضلات بتاعه الوش عشان ترفع الوش وتشده فاحنا بقى يعني الصح او المفروض يتعمل معاها سيرم او اي كريمات تكون يعني سموث كده ناعمه على البشره، عشان ما يحصلش منها مشكله، وعلشان الكريم ده يمتص كويس، يعني بيساعد الامتصاص كمان. طيب ماشي، نيجي السؤال اللي بعده. شرب الميه، لو انا شربت ميه كتير كل يوم بيغنيني عن السكين بوستر؟ هو مش هيغنيني، بس هو شرب الميه اساسي. اساسي. في ناس ما بتشربش ميه، الحمد لله. في ناس ما بتشربش ميه خالص. انا في ناس بسالهم انتوا اخبار الميه ايه،
بيقول لك احنا بننسى، يعني يجوا بالليل كده يا ده طول النهار ما شربتش ميه. ده اغلط حاجه، يعني الميه دي اساس كل شيء. الميه وبتأثر هي على البشره. طبعا الميه هي البيز، يعني جسمنا اصلا 80% منه ميه. ده حقيقي. والاطفال اكتر واكتر يعني، والكبار، وكل ما بنكبر في السن نحتاج ميه اكتر. الكميه دي بتقل، فاحنا محتاجين ميه كتير. لازم نشرب ميه. لكن مش هيغني عن السكين بوستر. مش يعني هو يعني هيساعد. يعني هيساعد. هو الاساس ان احنا نشرب ميه. السكين بوستر ده هو اللي حاجه زياده. لما ناخد بقى سكين بوستر نبقى نشرب ميه اكتر عشان نستفيد من السكين بوستر. نستفيد بيه يعني. طيب خلينا نشوف حاجه تانية. في ساعات وصفات المطبخ اللي بنشوفها، تلاقي كده مثلا قبل المناسبه بكام ساعه كده اقول لك انا هعمل مثلا، او تقول مش انا اللي هقول يعني انا هعمل مثلا زبادي بالعسل. ليه؟ في رجاله بتقول برضه، في رجاله بتعمل ماسكات بس يعني اصل حضرتك عارف احنا كرجاله احنا اي حاجه بترغي احنا زي الفل احنا. لا بس في رجاله عندهم يعني برضه بيعرفوا يعملوا ماسكات وتركيبات وحاجات كده يحطوها. ما هي مهمه بتهيألي للاثنين يعني عشان الشكل العام. طيب لو قبل بقى المناسبه بساعتين 3 ورحت عامل الماسك ده، هل ده يفرق؟ طبعا يفرق. قبل المناسبه بساعتين حسب الماسك ايه يعني، حسب انا بستعمل ايه. حاجات من الثلاجه يعني من المطبخ. وصفات المطبخ دي ما انصحش بصراحه. لا ما نجيبش حاجه من الثلاجه ولا فراخ بانيه ولا من الفرن ولا من البوتاجاز ولا حاجه ماما سايباها امبارح. لا ما نستعملش اي حاجه من خالص. لا، ولا قبل المناسبه ولا غيره ولا بعد المناسبه ولا اي وقت. طيب في ساعات بتطلع حاجه اللي هي فيتامينات الشعر، فيجي يقول لك اصل دي لو خدناها الشعر يطول 10 سم زياده وكده. في حاجات كده. في طبعا فيتامينز للشعر، طبعا بتعوض يعني على حسب مشكله التساقط ايه. يعني التساقط ده جه من ايه؟ يعني في عندي مشكله مرضيه، في صلع وراثي، في حاجه توتر، في امراض بعد الشر بتؤدي لتساقط الشعر، فالغده، في حاجات كتير يعني. بس ابقى عارفه السبب ايه وبعدين اشوف ايه بقى الفيتامينز اللي انا محتاجاها. واي فيتامين هتدخل جسمنا هتنفعنا، شعرنا، بشرتنا، ضوافرنا، كله مرتبط ببعضه. بس لو بتكلم على الشعر بالذات طبعا في فيتامينات بتساعد على انبات الشعر وتطويله وكثافته وكل حاجه. تمام. خلصنا كده اسئله على ماشي. ندخل في اللي بعده. ماشي يلا بينا. اخد تاني. لحد ما نخلص كده. اوكي. هبدا السوشيال ميديا. هبدا. لا الهبد كتير. طيب في ساعات بتطلع كده خلطات زي التيك توك، فطلع ترند كده في فتره انه احنا عشان نعالج الحبوب اللي بتطلع في الوش فاحنا هنستعمل توم وملح ومعجون سنان. انا حاسس ان انا بتبل. لا ما انا لسه كنت هتقولي وصفه اكله مثلا. وطلع ترند. انا حتى قعدت ادور عليها لقيتهم هو اعصر التوم وحطه على مكان الحبايه. لا انا ضد الكلام ده خالص. بتاثر على البشره. الكلام ده مش صح ومش علمي هو مش طبعا حاجة. بيعمل اريتيشن للبشره. التوم يعني بيهيج البشره حساسيه. هو يعني المعروف عن التوم ان هو انتي اوكسيدنت عالي جدا، وفي نسبه من الفيتامينات ومضاد اكسده، وهو بيقول مضاد حيوي طبيعي. ده كويس قوي. طب ناكله ليه؟ نحطه على الحبايه يعني. احنا ناكل التوم. ما هو قال لك بقى اسرع يعني لا يمشي في الدم لا التوم وغيره والبصل واي منتج، اي حاجه يعني ربنا خلقها من الخضروات، فواكه، الكلام ده كله معمول عشان يتاكل جوه بطننا، ولما يدخل جوه جسمنا يستفيد، بالتالي البشره تستفيد. مش ان انا ادخله. ايوه بالظبط. ربنا اخترع يعني خلق لنا بقنا وبعدين ينزل تحت يتهضم في المعده والجسم يستفيد منه. طب وسمعت حضرتك عن الهبده بتاعه معجون السنان؟ بص، هي معجون السنان يعني مش هقول ان هو علاج، بس هو معجون السنان الحاجه الميزه اللي فيه ان هو بيعمل زي طبقه عازله بين الحبايه وبين الجو. الاكسجين اللي في الجو لما بيعزل كده، لما بيتحط وينشف على الحبايه بيعمل عزل. فالبكتيريا اللي موجوده جوه الحبايه مش بتتعرض للهواء او مش بتتعرض للاكسجين، فده بيخليها تهدى شويه او تقل. ده ممكن يكون السبب، اللي هو التاثر مع الجو يعني. بالظبط. لان هي زي ما بنحط الباتش دي او اللزقه او كده، بنحط لزقه هي ما فيهاش اي حاجه صح. غير انها بتعزلك عن الهواء الخارجي. طيب والملح؟ لا 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 لا
ملح ليه ملح؟ ويدهن ايه بيتبل ليه احنا هنخلي لا مش هنخلي الحبايه، لا لا ليش خلاص بقى. لا الملح حلو لما انزل اعوم في البحر. الملح في البحر في ملح مثلا انت بتعمل مثلا حمام مثلا بخار مثلا تحط فيه ملح البحري لكن مش هستعمله كعلاج. ده ملح الاكل مش ملح. لا خالص، لا ده نرش على السلطه وعلى الاكل. طيب عندي حاجه الفلتر بين الحقيقه والواقع. ساعات بتتعاملي ازاي مع حد جايه لك العياده وموراكي صوره واحده فلتر، هي صوره فلتر، تقول لك انا عايزه مسامي كده بقى، يعني شفت الفلتر ده كوبي بيست على وشي، عايزه هصورها واروح عامله لها الفلتر واقول لها اهو اسهل. هي جايه فلتر انا اقول لها الفلتر اهو. لا الفلتر ده بوظ دماغ الناس كلها، ده بوظهم برضه، وهي عارفه انه فلتر. ما هي يعني هي بتقول لي بصي الفلتر ده انا عاوزه ابقى كده. طب يعني اعمل ايه؟ يعني ساحره ولا مش ساحره؟ لا ما اخترعوش الفلتر على الوش، اخترعوه الموبايلات وعلى الكاميرات. لكن ماشي. لا هنحسن في حاجات طبعا بتحسن المسام وبتحسن الكفاءه بتاعه الجلد وبتضيق المسام الواسعه، في حاجات علاجات وكده، لكن مش لدرجه فلتر. لكن مش لدرجه انا اعمل لها كوبي بيست من الصوره واقول لها ده هيبقى كده، لا انا بخدعها بصراحه. طيب هبدا بقى من هبدات السوشيال ميديا، حضرتك سمعتيها وعايزه تحرقيها، مش عايزه تقتليها، عايزه تحرقيها، غلط. انا اقولها. انا شايفه ايه يعني؟ حاجه اتقالت لك يعني ولقيتي ان هي طالعه موضه. طالعه موضه الريتينول. الريتينول ده يعني عادي اقول اسامي برودكتس بس مش لا يعني ماده الريتينول مش مهم بقى هو يعني ايه اي شركه. الريتينول نفسه يعني هبده بصراحه، وكل الناس بقى كل حد يعمل فيديو او يتكلم عنه يقول لك ده تحفه وصاحبتي وجارتي واختي والكلام ده. بالظبط. فكله بيقلد بعضه ومن غير يعني علم من غير اي حاجه. لا وفاكرين ان يا بيفور وافتر وبرده صور فلاتر وحاجات كده. لا ليه اضرار كتير جدا واحنا بنستعمله غلط، وده مش صح. هو هبده جامده قوي وسكه تانية خالص غير ان هو يعمل نضاره ويعمل شد جلد والكلام ده. لا ماشي. خلصنا هبده السوشيال ميديا. ماشي على اللي بعده يلا بينا. غالي ولا رخيص؟ لو قلنا حاجه كده سميناها يعني براندات الغلابه، منتج رخيص جدا بس حضرتك شايفه انه مفعوله ممتاز. اقول اسم المنتج يعني؟ لا مش للدرجه. بص هقول لحضرتك في منتجات فعلا دلوقتي السوق المحلي كمان يعني اللوكال براندز بتعمل حاجات كويسه جدا. يعني احنا زمان ما كانش فيه اللوكال ماركت ده، ما كانش فيه كلها حاجات مستورده، حاجات من فرنسا من امريكا من كوريا، دلوقتي كوريا دلوقتي ده الحديث. انما السوق المصري لا بجد الدنيا بقت احسن بكتير والاسعار كويسه قوي، وفعلا بيعملوا برودكتس كويسه قوي يعني بحاجات فعلا يعني الستات محتاجاها، يعني فعلا البشره محتاجاها ناس. زي مثلا هقول لك مثال اللي انت سالت عليه، زي مثلا حاجه اسمها سيكا. السيكا دي يعني بيتعمل منها طبعا، كانت موجوده في ماركات عالميه كبيره قوي، بس الماده دي نفسها هي مفيده جدا للبشره لانها بتساعد على يعني تقويه حاجز البشره، بتخلي السكين بارير يعني النسيج بتاع البشره بتقوي بالظبط، بدل ان احنا برضو في بلاد حاره وبرضو عندنا شمس جامده وعندنا تلوث وحاجات كده، فالسكين بارير ده بيتدمر، غير بقى الحاجات والوصفات والثوم والحاجات اللي احنا بنقعد نهري وشنا بيها دي. فاحسن حاجه المنتج ده انه موجود دلوقتي في السوق المصري في كريمات كتير قوي باسعار حلوه قوي، يعني ممتاز. كل الناس تقدر تجيبه. طيب لو قلنا بقى فنكوش، حاجه غاليه جدا بس ملهاش اثر. فنكوش ممكن نقول اساعدك؟ ماشي. ممكن نقول الماسكات اللي بتتعمل على الوش قبل المناسبات اللي بتشد البشره، ولا دي ممكن لا الماسكات مش فنكوش بصراحه. لا الماسكات حلوه مفيده ما دام هي ماسك فعلا معمول من شركات مش انا اللي عاملاه في المطبخ. ده مش هنصح بيه. لا الماسكات كويس قوي. لا مش فنكوش. الفنكوش فعلا دلوقتي اللي يعني مسمع قوي في الدنيا كلها اللي هي محفزات الكولاجين، اللي هي كل حد يروح يحقن حاجات وياخد حاجات محفزات للكولاجين. دي فنكوش بصراحه ملهاش. لا ما زي ما قلت لك في الاول الكولاجين ده موجود عندنا، ممكن انا لو شربت شوربه فراخ حفزت الكولاجين، عملت مساج لبشرتي حفزت الكولاجين، مش محتاجه احقن مواد واقعد ادخل حاجات عشان احفز الكولاجين. لا ده فنكو فلوس كتير قوي 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 وعلى الفاضي وبلاش اي لازمه، وليها مشاكل بعد كده كمان. بالظبط يعني دلوقتي نعمل حاجه مفيده. انا هعمل لهم شوربه الفراخ كل يوم. ايوه شوربه عظم، شوربه فراخ،
كبده، لحمه، يعني اي حاجه الحاجات دي كلها بروتينات، محفزات. لان هو بروتين في الاخر. بس طيب خلصنا غالي ولا رخيص؟ ماشي. السؤال اللي بعده يلا بينا. لو كنتي مكانها. لو كنت مكانها. ماشي احنا هنا بقى بنخاطب الشخصيه والجينات بتاعت الخبيره اللي قاعده قدام. ماشي. لو حضرتك معاكي 500 جنيه او مبلغ بسيط تشتري بيهم غسول طبي محترم، ولا هتعملي اوردر اكل وتطلع حبايه وابقى عليك انا بعدين، المهم ان انا ارضي نفسي؟ 500 جنيه مش غيرهم يعني، ولا شيل لا شويه؟ لا لا يعني هاكل برضه بعد شويه. نسهلها معاكي غيرهم. معايا غيرهم؟ لا معايا فلوس طبعا هجيب غسول طبعا. طبعا غسول طبي محترم على طول. لاني ممكن اتصرف في الاكل، يعني ممكن ادبر نفسي. مش هتضحي بجمالك برضه؟ لا مش هضحي، ومش هستعمل اي حاجه. لا، واطلع حبايه ليه؟ ما انا هجيب غسول من الاول طبي كويس. واتفادى، ما انا هضطر اجيب له كريمات وعلاجات هي اكتر من بالظبط. طيب خلينا نقول في الصيف، لو حضرتك قاعده في مكان ولقيتي بنوته، لقيتي واحده ست، لقيتي راجل قاعد تحت الشمس من غير ما يحط سان بلوك ولا حاجه، وقاعد بقى خلاص هو بشرته بتتبخر، يعني هو مش بس بيتشوي، هو ابتدى يتبخر بيدخن نقص يعني ماشي. الروح الخبيره اللي عندك هتدي له نصيحه تقول له لا غلط اللي انت بتعمله ده كده طبعا طبعا، ولا سيبه ينجوي؟ لا 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 لا، هدي له نصيحه لما يتلسع. مش هقدر اسيبه. لا لا، هقول له يعني، هقول لها حطي السان بلوك الاول، وبعدين حطي بقى اللي انت عايزاه بعد كده، الزيوت، التنت، ان شاء الله ميه جزر، في ناس بتحط ميه الجزر، يعني حطي اي حاجه بس السان بلوك الاول عشان تحمي بشرتك. طيب نسال السؤال الاخير في القصه دي يعني. ماشي. ايه تفسيرك العلمي ان الراجل بيستخدم اي حاجه بترغيه وما بيحصلوش مشاكل في بشرته غير كل فين وفين؟ يعني اصل احنا ما بيهمناش يعني الراجل، يعني ممكن هو ما عندوش قوي الثقافه دي، يعني هو اي حاجه بترغي فعلا وبتعمل الصابون، فاذا هي بتنظف وخلاص. شعري وجسمي وهي حاجه واحده، شعره وجسمه ووشه كله مع بعض، كل حاجه هتبسط بالظبط. ده ايه شايفه انه ده المفروض يتغير مع الرجاله؟ يعني المفروض ان انت تبقى شكلك العام على الاقل يبقى مقبول يعني. والله هو لازم بصراحه، لازم يعني الرجاله، بس بدا الرجاله فعلا يبقى عندهم الثقافه دي يعني. لا بصراحه يعني الست الشاطره او الام الواعيه هي اللي هتعرفه، لان الراجل لوحده مش هيبحث على جوجل ولا هيدور ولا هيشوف صاحبه بيعمل ايه. هو كتر خير الدنيا انه صحي. انه صحي وانه وقف على الحوض اصلا يغسل وشه. فلا يعني انا اولادي مثلا عندي 3 اولاد، انا اللي بجيب لهم الغسول، بقول لهم ما تستعملوش، يعني انا اللي بقول لهم لو كده هم مش هيعرفوا، فبقول لهم وبختار لهم الانواع واقول له استعمل ده وده كويس لان هو نفس المشاكل اللي بتيجي للراجل اللي بتيجي للست. يعني في حب الشباب بيجي هنا وبيجي هنا، مثلا حروق الشمس هنا وهنا، يعني كل حاجه موجوده يعني فعلا. فلا اعتني ببشرتك برضو عادي. طيب لازم. ماشي، يبقى خلصنا السؤال ده. ماشي اللي بعده. ماشي. نسحب كارت. ماشي. لايف ستايل. ده خاص بيك المره دي. انا اللايف ستايل بتاعي. ماشي. طيب شنطه السفر، رايحه اي مكان، هتروحي خارجه رايحه اي مكان، ففي الشنطه بتاعتك لو البيت ولا يعني انت خلاص مزنوقه وبتاع وهتاخدي حاجه واحده بس معاكي، هتاخدي سان بلوك ولا كريمات للعين والهالات والكلام ده، ولا هتاخدي البطاقه الشخصيه صباح الفل اضمن نفسي؟ لا سان بلوك طبعا. ما البيت بيتحرق والسخونيه طالعه عليا، هاخد السان بلوك. السان بلوك اكتر حاجه بتبقى تسعد. كريم العين يعني ممكن يعني اعوضه يعني مش مشكله، او ممكن بالسان بلوك كده اعمل شويه كده طبطب تحت عيني، لكن لا السان بلوك مفيش حاجه هتعوض عنه، يعني اهم حاجه في الحياه. ماشي سان بلوك. طيب لو في الصيدليه وداخله تشتري منتج، هل بتعملي زينا اللي هو صباح الفل ده كويس خلاص؟ لا طبعا، لا لا لا. ليه؟ لا بقف بقى اشوف واتكلم أسهل. لا 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 لا، واعرف ايه الانجريدينتس الموجوده واستعماله ايه لا طبعا، وشركته ايه وتصنيعه ايه لا. وبعدين انا مش بروح لسه ادور، يعني انا ببقى رايحه الصيدليه عارفه انا عاوزه ايه اطلبه كده يعني. بس لازم لا طبعا. طب ولو لقيت الصيدلي بيحب يجود، اصل ساعات بيحصل يعني، بيبقى الموظف اللي شغال او بتاعي بيقول لك ليه لا اصل المنتج ده نزل لنا جديد هو اللي حضرتك بتستخدميه بس احسن، طبعا حضرتك عارفه انه بيبقى عايز يبيع ماركه او غيره. يعني ماشي، ممكن تبصي عليه اهز راسي كده واقول له اوكي وبرضه هعمل اللي انا عايزاه. خلصت شرحت طب ماشي. يعني ميرسي قوي. اصل هو مش هيبقى صيدلي اللي هيقعد يقول لي كده، هيكون الحد المسؤول عن البيع المنتج،
فطبعا اي واحد مسؤول عن بيع المنتج مثلا، اي براند اي حاجه، هيقعد يشكر فيه وده جميل وفظيع وكده. اوكي واستخدمته 4 مرات. بالظبط، وانا نفسي بستعمله وبجيبه في البيت وحاجات كده. فيعني مش ده المرجعيه يعني. ماشي. طيب حاجه اخيره، هل فعلا الشوكولاته بتطلع حبوب، ولا ده عشان يحرمونا من ملذات الدنيا؟ لا بيحرمونا من ملذات. يعني طلعت مظلومه والله. يعني بص، الشوكولاته مظلومه بصراحه. يعني الحبوب بتاعت الوش دي بتبقى يعني من جوه الجسم، استعدادنا احنا يعني احنا كل واحد حسب جيناته وتركيبه جلده وكده. الشوكولاته هي بس الحاجه المشكله اللي فيها الدهون والسكريات. لكن الشوكولاته اللي هو الكاكاو يعني نفسه، الكاكاو الخام، الماده دي نفسها دي انتي اوكسيدنت، دي حاجه كويسه للبشره، حاجه كويسه. طبعا. يعني الكاكاو نفسه، بذور الكاكاو والكاكاو نفسه حاجه كويسه للبشره، لان هو مضاد. لكن اللي بنشتريها دي يعني ما يبقى فيها دهون كتير قوي وفيها سكر كتير قوي، وبتحط فيها لبن، في شوكولاته باللبن مثلا، شوكولاته دهون كتير، وده بيساعد ويعني ان ممكن يعمل التهابات في الجسم. يعني لما السكر بيزيد ممكن طبعا الانسولين بيعلى، وعلو الانسولين يؤدي لالتهابات، فالالتهابات دي يعني حبوب بتترجم على جلدنا على شكل حبوب. فعشان كده ده الارتباط بينها وبين ده اللي بيعلي الحبوب. بس هي يعني لو هناكل شوكولاته ناكلها شوكولاته صح، تكون خام، تكون كاكاو خام، ما ندخلش بقى سكر كتير ودهون كتير وكده. فهم حرمنا من الملذات، يعني خدوا الملذات من غير الاضرار. يعني طلعت مظلومه بصراحه. طبعا احنا عارفين كلنا هنروح دلوقتي كبتوله مع ان لو حد فعلا عنده حبوب هقول له ما تاكلش شوكولاته، يعني همنعه من الشوكولاتات والكلام ده، لان هو اوريدي عنده يعني افراز الدهون في البشره كتير، فمش هيبقى ده مساعد. لكن الشوكولاته كلها هطلع لي يعني ما يكونش فيها سكر كتير ودهون كتير بس. ايوه خلينا في الملذات احسن. هنسال سؤال بقى بتاع علامه الاستفهام. ماشي. ده سؤال هيبقى ليه علاقه بحضرتك نوعا ما يعني. اوكي ماشي. ايه اللي طلع لحضرتك؟ باب النجار مخلع، العميله المستفزه، وتاتش العيله. طيب خلينا في باب النجار مخلع. عايزين من حضرتك اعتراف، تقول لنا ايه اكتر حاجه غلط بتعمليها في العنايه بالبشره، وحضرتك بتنصحي الناس بحاجه عكسها بين قوسين الشوكولاته يعني. حاجه بعملها انا وبنصح الناس بعكسها. يعني بتعمليها غلط، انت عارفه انه ده انا لو عملته اقول لهم ما تعملوش كده، بس حضرتك بتنصحيهم عشان طبعا يعني المهنه، وان انا لازم اقول له الصح ايه. ان انا ممكن انام بالميك اب مثلا. يعني بنام بيه بالليل مع راجعه مثلا كسلانه بالليل مثلا مش قادره اغسل وشي، بنام بيه، وده غلط جدا. فبقول للناس طبعا ما تعملوش، بس انا ساعات بعمله يعني. دي حاجه غلطه يعني. بس كسل ساعات الواحد كسل، بس يعني بقول الصبح لما اصحى ان شاء الله هبرجع للروتين تاني. نجيب بقى ماما بس لازم بنصح الناس طبعا اوعي تعملي كده، يعني اوعي تنامي بالميك اب. ماشي. طيب اكتر جمله حضرتك سمعتيها من عميله، لو سمعتيها يعني من عميله وانا جاي لحضرتك او كده، ممكن تسيبي لها العياده وتمشي له. اللي انت بتقوليه ده حاجه غلط مثلا، حاجه خدتها وصفه مقتنعه انها صح، مبرر تافه ان على بشرتها انها تسيبها كده، ايا كان. والله في ناس بتتعامل مع بشرتها بطريقه، يعني بسمع حاجات كتير بصراحه بيتعاملوا مع البشره دي يعني اكنها حاجات زي حاجات المطبخ دي اللي بنحطها على وشنا. في ناس بتحط كحول على وشها تقول عشان اعقم وشي، مش عارفه ليه. بيغسل بمسحوق بالديتول. الغسيل. لا كمان في ناس بتحط كلور، انا مش عايزه اقول لك، في ناس بتحط كلور على وشها عشان تبيض. ده كده مش هيبقى موجود. ما هو الكلور بيبيض الهدوم بس هيحرق وشنا. لا بسمع حاجات بسمع حاجات لا مش صح خالص. لا وانا مش هعملها، بس دي حاجات، بس دي لو سمعتيها من حد ممكن تقفلي. لا طبعا ممكن، لا طبعا يعني بقول لهم غلط جدا، ما تعملوش كده، وهما بيبقوا مكسوفين وما بيقولوا وما عارفين انه غلط، بس فاكرين يعني ان حد قال لهم وصفه، قال لهم حاجه يعني او يعني ان انا هقول لهم اوكي ماشي اعملوا كده، بس لا طبعا استحاله. طيب في تجمعات العيله احنا طبعا بنجمع ونقعد نتكلم وبتاع، فاللي بيحصل بقى انها بتقلب عياده مجانيه، يعني بتقول حضرتك قاعده. ايوه بقول لك والنبي يا ست. ايوه الاقي بقى كل الناس كانت قاعده جنبي وكده وسؤال ومش عارف. طب نفتح العياده بقى. لا يعني عادي برد عادي،
يعني طبعا بيقعدوا يسالوني حاجات الناس بتبقى عايزه تعرف يعني، او سمعوا معلومه عايزين يعرفوا مصدرها، شافوا حاجه على تيك توك عايزين يعرفوا حقيقي ولا لا. طبعا بتبقى طب كده. واصحابك بيسالوكي برضه؟ طبعا. بس انا بقول يعني عادي، يعني انا بحب اقول للناس يعني ده كويس، ده وحش، ده اعملوه، ده بلاش. مفيش جانب شرير من عندك كده صحي كده اللي هو ايه ده؟ لا مش هعمل كده طبعا. لا 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 خالص؟ لا اصلا بتبقى برضو اسئله يعني يعني اسئله عاديه عشان مصلحتهم، وعشان برضو هم يسمعوها مني وهيروحوا يقولوها لحد تاني. طبعا. فلا لازم ابقى امينه في النصيحه. يعني حد طلب مني نصيحه لا بقولها صح. لو عايزه حاجه واحده تغيريها في قصه الوصفات اللي احنا بناخدها دي، ايه اللي تغيريه؟ الحاجات اللي احنا بناخدها من السوشيال ميديا عامه، حاجات بناخدها فيديوز، ولا الناس اللي بتبتكر اللي بتجود؟ ما انا اقول للناس ما تبتكرش بصراحه، ما تجودش. في ناس يعني في شركات ومعامل وناس قاعده تدرس وتحط وبرضه رايح بالظبط، ودكاتره وكليات طب وكليات صيدله وشركات قاعده ما بتعملش حاجه غير انها تطلع المنتجات دي. فلو سمحتوا ما حدش يبتكر، يعني هم الناس دي بيشتغلوا علشان كده. فناخد الحاجه الصح. بالظبط فيعني ياخدوا الحاجه الصح. تمام. لو حضرتك عايزه بقى تتقمصي شخصيه المذيع وتساليني سؤال، تسحبي كارت الجوكر وتساليني اي سؤال يجي على بال حضرتك. ماشي ان شاء الله باذن الله مش هجاوب. اسالي اي سؤال. هو ده ماشي. اسالك اي سؤال يجي على بال حضرتك حابه انك تساليني فيه. طيب هسالك لو انت مثلا مراتك او بنتك يعني المرأة اللي في حياتك يعني قالت لك لازم يبقى عندي ميزانية معينة كده تخصصها لي للسكين كير بتاعي كل شهر، هتقول لها لا يا حبيبتي انت حلوة كده زي القمر مش محتاجة؟ لا هعمل كده. ولا هتعمل كده؟ لا هعمل كده. لا كلمة واحدة، قولا واحدا. يعني مش راجل شرقي وانت كده حلوه ومش محتاجه زي الفل كده. ايوه صح كده. هبقى مبسوط. ايوه ريح البدامه عشان انت ترتاح. يعني لو حاجات مالهاش علاقه انها هتغير ملامحها انا تمام. لا سكين كير يعني انها تعتني ببشرتها، تاخد بالها، تعرف تجيب برودكت كويسه. طيب حلو. طبعا قولا واحدا. لا نجحت في السؤال والله بجد. ايوه لازم اصل في ستات كتير قوي فاكره انها بتعمل كده مثلا عشان جوزي قال لي او جوزي ما قاليش او لا. يعني لا اعملي ده لنفسك. صح. ولازم الراجل يبقى عارف ان ده بتعمله لنفسها هي مبسوطه. صح. اذا الراجل مبسوط. لا هعمل وهجيبها عند حضرتك. ميرسي تنور. حضرتك شرفتيني ونورتيني في البودكاست المتواضع. الله يخليك. انا الاسعد ومبسوطه بيك وكان يوم حلو. ميرسي جدا لحضرتك. شكرا يا فندم. شكرا.